واضح. وانه احنا مشكلتنا انه بعد كل هزيمه كما قال حنبال مانيش قاعدين نتعلموا بدايه، ثم مانيش قاعدين نتعداو من رد الفعل العاطفي الى بعد هزائم بيان سور الى التخطيط الهيكلي، سواء كان على المدى القصير المتوسط ولا البعيد. هذا اللي طالبه حنا بعد، طالب مراجعات، طالب قراءات. التشخيص الظهري واضح وشخصنا مكي وانت ظهري عملت مئات باش ما نقولش الاف الاستديوهات اللي تحكي فيهم على مشاكل كورتنا ورياضتنا بشكل عام. هل اختلفت المشاكل؟ هل غيرت المشاكل؟ المشاكل كانت ديما نفسها، لكن الحلول هي اللي ما جاتش. الحلول اللي اشكوا هي قاعده تبقى في كل مره نمسحوها في مدرب. اوكي انا متفق معاكم، سامي الترابلسي مع احتراماتي ليه اخطا فنيا ويتحمل جزء كبير من الخساره والخيبه والمراره التي عشناها في الترابلسي لوحده كان مخطئا. وين البقيه؟ الملاعبيه فما جزء منهم كذلك مخطئ، لكن اداريا هل ما اخطأناش؟ هل قمنا بالتغييرات اللازمه؟ اشك نعملوا في ترقيع، يعني كل مره نرقعوا بعد كل خيبه اي بعد الجوار الفلاني جيب النونترنير الفلاني، هز فلان جيبوا من هنا، المكتب الجامعي مش عاجبكم ندخلوا فلان بعدوه من المنطقه هذه، رجعوا ياخذ. معناها قاعدين نتعاملوا مع الرياضه بشكل عام كبوزل، ما نعرفش شكون يحرك فيه البوزل هذا، لانه في كل مره مع تغير حتى الاشخاص نفس الممارسات ونفس النتائج تكون معناها حاضره في كل مره. شنو ذنبنا احنا كتوانسه، خاصه نحكي على التوانسه اللي في المهجر، لانه انا تو مثلا اليوم مكي وانا باش نحكي حاجه خاصه، لقيت بالصحفي الجزائري بالصحفي المصري بالصحفي المغربي وليت في حرج، معناها متحرج لما يجي يقول لي انا سبيكم ما ربحتوش امبارح مالي 100 دقيقه تلعب اديس كونتر 11، ما نجمش ندخل معاه في متاهه باش نحكي له على انفراستركتور ونحكي له على انه دولتنا للاسف ماهيش حاطه الرياضه كاولويه في استراتيجيتها. اذا كان فما استراتيجيه اصلا، لانه الرياضه اذا نحكيو على الرياضه كما نحكيو على الاعلام من هنا ويمشيو مع بعضهم، نحكيو على اساس باور، على قوه ناعمه نجموا احنا كبلد صغير متوسطي ما عندوش امكانيات معناها وثروات طبيعيه، لكن عنده امكانيات بشريه وعنده سبور هذا اللي نجم يكون سلاح وينجم يكون قاطره يحمل بقيه القطاعات الاخرى، صناعه وتجاره وغيره القدام. نشوفوا المغرب، نشوفوا السعوديه، نشوفوا قطر، نشوفوا حتى جيراننا الجزائر وليبيا، ليبيا اللي ماهيش مستقره، شوفها كيفاش قاعده تميز في السنوات الاخيره على الصور، صحيح ماهيش حاضره كيف نحن في المشهد الكروي الافريقي، لكن اكد لك اذا كملنا في نفس الثنيه هذه وهم كملوا في تقدمهم وفي بحثهم على الرقي على المستوى الرياضي، فانه باش ياخذوا بلاصتها في قادم السنوات. لانه انا قلت لك مشكلتنا اكبر من 90 دقيقه، اكبر من سامي الترابلسي واكبر من حسين جنيح اللي حاب يكون حاضر في المقصوره وما عندوش مشكل اذا منتخبنا يغيب على دور ربع نهائي كاس افريقيا.